عمرك دخلت سوبر ماركت او محل كبير ولقيت رف فاضي فجأة؟ يلا بينا نشوف ايه المشكلة وازاي هنقدر نحلها كسبلاي تشين. مش بسبب الاستيراد بس، لكن بسبب مشاكل بتحصل جوه البلد نفسها. اوقات كتير الازمة بتكون في التوزيع الداخلي، يعني تأخير في النقل بين المخازن والفروع، يعني ضغط مفاجئ على الطلب في منطقة معينة، او حتى مشاكل في التخزين نفسه. خلينا اديك رقم مهم: في بعض الاسواق مجرد تأخير 48 ساعة في التوزيع ممكن يقلل توافر المنتج على الرف بنسبة من 20 ل 30%، وده بيخلي الشركات تتحرك بسرعة جدا. متخصصين السبلاي تشين بيبدأوا يعملوا حاجة اسمها رابيد ريسبونس او الاستجابة السريعة. بيعملوا اعادة توزيع المخزون بين الفروع خلال ساعات، وتحويل الشحنات من مناطق هادية لمناطق عليها طلب عالي، استخدام اسطول نقل اضافي او شحن سريع، متابعة يومية واحيانا كل 6 ساعات لحركة البيع والمخزون. وفي حالات اكبر الشركات بتفتح مخازن مؤقتة قريبة من مناطق الطلب، او بتعتمد على 3PL عشان تسرع التوزيع. طب والهدف ايه من كل ده؟ ان المنتج يرجع على الرف في اسرع وقت قبل ما العميل يروح للمنافس التاني. في الريتيل كل ساعة تأخير قدامها مبيعات ضايعة، وممكن تخسر من 5 ل 10% من مبيعاتك الاسبوعية لو الازمة طولت. وده بقى الفرق الحقيقي بين شركة عادية وشركة عندها فريق سبلاي تشين فاهم وبيتحرك بسرعة جدا. احنا هنا عشان نفيد وعشان نستفيد. سلام.